مساء الخير. مساء الخير. اهلا. اهلا يا مدام ساميه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. بابا موجود؟ موجود، اتفضلي. مشغول ولا عنده حد؟ ولو مشغول مش هينشغل بعز منك، اتفضلي. ميرسي. مساء الخير. مي وحشتيني حبيبتي. الست دي بتعمل ايه هنا يا بابا؟ اهدي بس يا مي، اهدي. ميرفت بتشتغل هنا. بشتغل موظفة بس والله. باباك يساعدني علشان اشتغل. وهناك برضو كنت موظفة وبابا هو اللي ساعدك وماما كمان ساعدتك عشان تشتغلي. طب تعالي بس، تعالي اهدي واقعدي. هاجي فين؟ انا عرفت دلوقتي ليه حضرتك غيرت اسم الشركة وما بقتش باسم ماما. طب بس تعالي اقعدي، اهدي بس واقعدي. تفتكر يا بابا ينفع انا والمدام نقعد في مكان واحد وفي مكتب حضرتك؟ ينفع تقعد مكان ماما تاني وانا اقعد معاها ولا معاك؟ ميرفت، تقدري تتفضلي انت دلوقتي. مي انت جيت يا مي؟ يا مي انت جيتي؟ في يا مي؟ بابا جه؟ في يا بنتي مش بتردي عليا ليه؟ استني يا مي. بابا فين؟ هو مزعلك؟ انت تنسى بابا ده خالص. انسى بابا؟ ايوه زي ما نسينا ماما. اتفضل هات هدومك. اجيب هدومي فين؟ هنمشي. هو احنا لحقنا نقعد عشان نمشي؟ قدرنا بقى، نصيبنا زي ما بيقولوا. هات هدومك ويلا بينا من هنا. هنروح الفيلا؟ لا. امال هنروح فين؟ معرفش. احنا لازم نمشي من هنا زي ما مشينا من هناك. مش هعرف ليه طيب؟ لنفس السبب. نفس السبب اللي مشينا من هناك هو اللي هيمشينا من هنا. انت واقف عندك ليه؟ ما تروح تجيب شنطتك. هو انا لحقت افتحها؟ ما كل حاجه زي ما هي. خلاص يبقى هاتها ويلا بينا. ولا عايز تستنى هنا؟ عايز اعرف في ايه؟ حصل ايه؟ ما تقولي. مش انا اخوكي؟ بابا زعلك؟ بابا جاب الهانم معاه في الشركة. هانم مين؟ ميرفت اللي اتجوزها هناك من ورا ماما. جابها تشتغل معاه هنا. ايه؟ يا رب تكون فهمت. عاوز تستنى على ما تيجي تقعد معاك هنا؟ استنى. عاوز ترجع الفيلا وتستنى ماما وجنب السفير وهما راجعين سوا؟ روح. تحب اسوق انا؟ المسألة مش كده. أنا مش عايزة أخد العربية أصلا. ليه؟ عشان مش عايزة حاجة من ماما ولا من بابا. هنسيب العربيه كمان؟ هيديها لميرفت. اركبي يلا. ما تركبي. ما تدوري ويلا بينا.
على فين؟ على فين؟ هو احنا نزلنا ومش عارفين رايحين على فين؟ ايوه. قولي انت بقى هنروح على فين؟ مي استني يا مي، ما تمشيش، انا عايزك. لا يا بابا، انت مش عايزنا ولا ماما عايزانا، عن اذن حضرتك. استني ما تمشيش. بابا، ما احنا مش هنقدر نستنى اكتر من كده. بعد اذن حضرتك احنا لازم نمشي. طب قولوا لي بس الاول رايحين فين؟ مش عارفين. اي حته. عن اذنك. اهلا يا ولاد. ايه ده؟ خير، في ايه؟ جدو ممكن نقعد عند حضرتك؟ ممكن تقعدوا عندي ده ايه؟ ادخلوا ادخلوا. في ايه يا ولاد؟ انتوا سبتوا ابوكم ليه؟ احنا مش هنقدر نقعد عنده. خلاص اقعدوا عندنا. تعالوا بقى قولوا لي باباكم مزعلكم في ايه؟ الو، مين؟ اهلا يا بيه، ازاي حضرتك؟ ولاد مين؟ ولاد مين ده ايه؟ وطي التلفزيون اللي عندك شويه. الولاد جم عندك؟ طب اسمعيني يا ام سيد، لو الولاد جم اتصلي بيا طمنيني. بقول لك لو الولاد جم عندك اتصلي بيا طمنيني. طب يلا مع السلامه. بنينا الفيلا لأم سيد يا زهرة. حلم العمر بقى لأم سيد. ادخل. انا مش هدخل ولا هقعد. اتفضلي انت قومي. لا يا جدو، انا مستريحه كده. بس انا بقى تعبان، هو تحديدا كده جعان. انا عايزك تعملي لي العشاء، تحضري لي عشاء بايديك الحلوه دي، وهي تبقى اول مره باكل فيها من ايديكي. وبعدين وليد لسه ما اتغداش وانت كمان ما اكلتيش. يا جدو انا انت هتتعشي معايا وبعد كده نقعد نتكلم مع بعض لحد ما تزهقي. يلا. اوبا. بس قبل ما نتكلم مع بعض بقى نحضر العشاء سوا. ها؟ انت هتسبقيني على المطبخ، هروح اصلي العشاء واحصلك. يلا حبيبتي. باين انا عايز اكل الاكل اللي هو، ها؟ مش اي كلام كده. يلا ورينا شطارتك. حاضر يا جدو. كده يا احمد، هي بقت كده. الو. مساء الخير يا دكتور. ولادك عندي يا باشمهندس. عند حضرتك؟ وكنت هتصل بيك علشان اطمنك بس انت سبقت. في الحقيقه انا كنت قلقان عليهم قوي وكان لازم اتصل. من حقك يا باشمهندس، بس هما كمان من حقهم. من حقهم ايه؟ من حقهم انهم يسيبوني وما يقولوش هما رايحين فين؟ وبعدين هي ايه الحكايه؟ هي الاولاد هي اللي بتحاسب اهاليهم دلوقتي ولا ايه؟ مش المفروض انهم يتكلموا معايا؟
حضرتك ما تعرفش مي زعقت ازاي عندي في المكتب. وبعدين انت يرضيك انهم يسيبوني قدام العماره في الشارع وما يردوش عليا؟ انت مش لهم العذر يا باشمهندس، ولادك لسه صغيرين. مي مش صغيره يا دكتور. والموقف كمان. جدو انا مش عارفه مكان طيب يا باشمهندس، تسمح لي ابقى اكلمك في الموضوع ده بعدين؟ ده بابا ده؟ عموما اطمن، مع السلامه. كان بيطمن عليكم. وحضرتك اللي اتصلت بيه؟ وفي الحقيقه سباني واتصل. هو المفروض يبقى قلقان عليكم اكتر مني، هو الاب. وعلى فكره مقوله اعز الولد ولد الولد دي مش صحيحه. الولد اعز الولد، ولادي اعز عليا من الدنيا واللي فيها. وبعدين ده باباكم بيحبكم وانتوا بتحبوه. ابتديت اكره الدنيا كلها. على فكره لو ما كنتيش بتحبيه وخايفه عليه ما كنتيش زعلت قوي كده لما شفتيه مع الست اللي كان متجوزها. ممكن اقول لك على حاجه؟ والدك من حقه انه يعيش حياته، والدتك كمان من حقها تعيش. واحنا من حقنا نموت؟ لا، من حقكم تفهموا. اي راجل من حقه انه يتجوز. الا دي بالذات لا. اللي هدمت بيتنا لا يمكن تعيش فيه. كده ما يبقاش بابا. انا مش عارفه ازاي طيب يبص في وشها بعد كل اللي حصل بسببها. ما هي ماما رفضت تبص في وشه، قفلت كل الابواب. دي وجهه نظره. يعني بابا بيعاندها؟ زي ماما ما عندته. بالاضافه انه تعبان وعايز يرتاح. وخدي بالك البنت دي مش هتسيبه. عرفت انه محتاج لها فجريت وراه. اقعدي يا مي. مادام احنا سيبنا بابا هو مش هيلاقي غيرها، والبنت دي مش هتسيبه. مش لازم لا انتوا ولا ماما تسيبوه. كنت بقول ماما ظلماه وقسيت كتير عليها عشانه، لكن لما عرفت انها ماما هي اللي سابته للبنت دي. سابته مرتين، مرة هناك بحسن نية وثقة أكتر من اللازم، ومرة هنا لما عندته برضه أكتر من اللازم. أنا يا بنتي بشرح لك الموقف علشان نشوف هنتصرف ازاي. الو. ايوه يا ماما، ازيك؟ دي ماما يا جدو. طيب تعالي يا بنتي نكلمها في التليفون. ايه؟ مي معايا هنا عند جدو. عند جدو ليه؟ أنا عازمهم يا زهرة. أولا الحمد لله بالسلامة. أخبار باريس على حسك إيه؟ طب الحمد لله. أنا قلت يجوا يتعشوا معايا ومع خالهم. والله عايزين يبيتوا أماكنهم موجودة ما أنت عارفة. مي هنا. طب دقيقة واحدة. هتبيتوا سامعاني؟ اهلا يا ماما. احنا الحمد لله كويسين. احنا جينا نقعد الليله مع جدو. لا بابا ما اعترضش. حضرتك عامله ايه يا ماما؟ ماما انت لسه زعلانه مني؟ يا حبيبتي مفيش ام بتزعل من بنتها. انا بس عايزاكي تقدري شغلي وتاخدي بالك من وليد. قوليلي باباكي اتضايق ولا حاجه لما قلت له رايحين لجدكم؟ طب كويس. سلمي لي بقى على الكل عندك. وخالك مروان لسه ما جاش؟ طب سلمي لي عليه لما يرجع. باي باي يا حبيبتي. اتأخرت ليه؟ وانا كده اتاخرت؟ ده انا يا دوب عملت التليفون بس اطمنت على الاولاد. أخبارهم إيه؟ كويسين الحمد لله. كويسين مع باباهم؟ كويسين مع جدهم، وكويس ان باباهم سمح لهم يروحوا لجدهم. عموما باباهم بيحبهم، مش معقول هيحدد إقامتهم زي حضرتك كده. انا محدده اقامتهم؟ وإقامتي أنا كمان، من ساعة ما وصلنا هنا وأنا قاعد محبوس في الأوتيل، مستني معاليكي تنزلي عشان نشوف هنروح فين.
انا برضه اللي هقول لك هنروح فين. مش انت اللي عارف كل الزخانيق اللي في باريس؟ زخانيق؟ باريس فيها زخانيق برضه؟ اتفضلي. من 1000 عام كنت أحلم أن أرى امرأة تحلق في سمائي كالفراشة، فيها جنون الموج حين يعانق الشطآن في دفء ارتعاشة، تنساب كالأنهار في صحراء عمري، تملأ الدنيا بضحكات الطفولة. من 1000 عام كنت أحلم أن أرى امرأة تعربد في كياني كالزلازل، وتطير في بستان عمري كالفراشة، عندما تغدو على صدر الجداول أبني لها عشا على العينين، أسكنها ضلوع القلب، تكبر في عيوني كالسنابل، وأعود عصفورا أغني الحب لحنا للحيارى، أكسر القضبان حولي والسلاسل. والآن يا عمري دعيني كي أنام على جفونك ساعة. كمل إيه؟ القصيدة. نسيت. معقول؟ ما هو لما الاقي اللي بقول لها القصيدة مش سامعاني لازم انسى. سرحت تاني في ايه؟ مش عارفة، بس مش كان أحسن لو أنا ما كنتش جيت معاك السفرية دي؟ لا طبعا. ليه بتقولي كده؟ يعني بتهيألي إنها ما كانتش هتنقص كتير لو أنا ما جيتش. أنا اللي كنت هنقص كتير كتير قوي. ياه، إيه ده؟ أنت بتكمل القصيدة؟ لا، ببدأ قصيدة جديدة. أنا قدامك بتحول لشاعر، شاعر وبس، بنسى حتى أنا مين. لا، من فضلك ما تنساش يا جناب السفير. أوكي. تحب تعرفي آخر أخبار جناب السفير؟ أحب. جناب السفير احتمال كبير جدا يروح أسبانيا. هتبقى سافرنا في مدريد؟ وحضرتك معايا، الوزير المفوض لسفارتنا هناك. وزير مفوض؟ ده الخبر الجديد. مش قلت لك انك مترشحه المنصب؟ مفاجأة حلوة؟ حلوة قوي، بس ايه؟ مش عارفة مي ووليد هيبقى رد فعلهم ايه. ما اعتقدش انهم هيكرهوا مصلحتك. الولاد لازم يفهموا ان قدامك خطوة واحدة. بقول لك يا جناب السفيرة. وهما كمان خدوا خطوة بعيدة عني لوحدهم. أنا عارفة إن باباهم هو اللي مشجعهم، وعموما هما هينبسطوا معاه أكتر، هيعيشوا على راحتهم. عموما لسه قدامك كام شهر، القرار مش هيطلع إلا بعد يوليو، ومن هنا ليوليو الولاد يكونوا اتعودوا إنك مش موجودة جنبهم بصفة دائمة. مش الولاد بس اللي لازم يتعودوا، أنا كمان مش عارفة إذا كنت هقدر أتعود على بعدي عنهم ولا لأ. ادخل يا مي ولا بلاش؟ اتفضل يا بابا. اهلا وسهلا. اتفضل يا باشمهندس. ايه واقف عندك كده ليه؟ مساء الخير يا دكتور. نور. مي استني يا مي. انت ما بترديش عليا هنا كمان؟ لا، ما تردش عليك ازاي؟ اتفضل اتعشى معانا. سابتني ومشيت قدام البيت، ودلوقتي بتسيبني وتمشي تاني. كنت حضرتك عاوزني اعمل ايه؟ تردي عليا وتكلميني. هرد عليك اقول ايه؟ انا ان قلت هقول ان حضرتك ما بتحبش ماما. انا ما بحبهاش ولا عمرك حبيتها. يا مش للدرجه دي.
ده مفيش حد حب ماما زي الباشمهندس. تعالي يا حبيبتي اقعدي. انا اسفه يا جدو. اي ممكن تسمعيني؟ انا سمعت حضرتك كتير، وحضرتك قلت لي كتير، خليتني انسى اللي عملته مع ماما وخليتني اقف ضدها عشان بيت عندك. انا بس هطلب من حضرتك حاجه واحده. اطلبي يا مي. حضرتك ما تقولش انك بتحبها بعد كده. انا مش جاي عشان اقول كده، انا جاي لابني وبنتي. محدش في الدنيا يعامل والده بالشكل ده. احنا اسفين يا بابا، دي حياه حضرتك وانت حر فيها. طيب تعالي اقعدي يا مي. اتفضل يا باشمهندس نتكلم واحنا قاعدين. حضرتك سمعت اللي قالته؟ بابا انا قلت دي حياه حضرتك واحنا مش هنتدخل فيها، زي ما ماما قالت ان دي حياتها وهي حره فيها. اتضح بس ان احنا اللي مش حرين، انا ووليد بس اللي عبيد. ترمونا زي ما انتوا عايزين. نرميكوا؟ انا رميتكوا؟ امال ده اسمه ايه؟ انتوا ليه مش عايزين نعيش؟ نفس الكلمه اللي قالتها ماما. انتوا الاتنين عاوزين تعيشوا وانا ووليد نموت. نموت يا بابا. حاضر، او على الاقل مش هتحسوا اننا عايشين وتعبينكوا قوي كده. انا عايزكوا تموتوا؟ كل اللي انا بعمله ده وتقولوا لي ان انا مش حاسس بيكوا؟ امال انا جاي ليه؟ انا ما استحملتش تبعدوا عني ساعتين. تعالى يا باشمهندس، تعالى ارتاح. ارتاح ازاي بعد اللي انا سمعته ده؟ بتكلم اختك يا وليد، بتقول لي جدك. انا عمري اتاخرت عنكم في حاجه؟ بابا هي الست اللي كانت معاك في الكويت جبتها تاني تشتغل معاك في الشركه؟ يا ابني مالكم من الست دي ولا بغيرها؟ ده يخصكم في ايه؟ خلاص يا بابا، احنا اسفين زي ما قالت مي. ايوه طبعا اسفين. عيب قوي لما تقفوا لي كده. احنا مش واقفين يا بابا، بالعكس ده احنا مشينا عشان تعيش حياتك براحتك. طب اعمل ايه؟ اقول لهم ايه بعد اللي قالوه؟ ما تقولش حاجه يا باشمهندس، ملوش لازمه الكلام. انا مش عايز اسمع، لاني مش هصدق اي حاجه، خصوصا لو قلت لي انك بتحب زهره. بعد اللي عملته ما افتكرش. ما دام كرهتوا بعض للدرجه دي يبقى مفيش داعي تكرهوا اولادكم. نكره ولادنا؟ او بالاصح ما تعتبروهمش عيب، عقبه في طريقكم. في الحاله دي ما تطلبوش منهم انهم يحبوكم او حتى يسمعوا كلامكم، وجايز جدا يكرهوكم. مفيش داعي لمناقشه الموضوع ده دلوقتي، وإلا المناقشة دي هتيجي بنتيجة عكسية. وأعتقد إنك أنت مطمن لوجود ولادك معايا هنا. مساء الخير يا سعاده الباشا، ممكن ساعتك تسيب لي المفاتيح وانا اجرش لك عربيه واجيب لك المفاتيح جوه؟ مفاتيح في العربيه؟ كنت عارفه انك هتيجي. وايه اللي خلاكي تعرفي؟
الحاسه السادسه. عارفه، انا جيت لغايه المطعم هنا وفضلت واقف بره، ما كنتش ناوي ادخل بعدين ولا قبلين. الحاسه السادسه. طمني، عملت ايه مع مي؟ ما عملتش حاجه، سابتني ومشيت. سابت الشقه؟ هي واخوها. طبعا هيروحوا الفيلا لمامتهم. راحوا لجدهم. هي مامتهم عند جدهم؟ مامتهم مسافره، مش في مصر، في باريس. مساء الخير يا باشمهندس. ازيك يا ماجد؟ تاكلي ايه؟ لا شكرا، انا خدت اورنج جوس. في الحقيقه هي مستنيه حضرتك. لا انا مش عايزه اكل. لا، ما انا كمان مش هاكل لوحدي. ماجد هات لنا 2 ميكس جريل. تحت امر حضرتك. مش عاوزه تاكلي ليه؟ هي المدام مسافره بقالها كتير؟ يعني اصلها رجعت تاني شغلها، رجعت وزاره الخارجيه. اظن انت سعيده انها مسافره. ليه؟ ليه؟ ليه ده ايه؟ علشان ما يبقاش في غيرك زي ما انت بتقولي. بالعكس، انا كنت ابقى فعلا سعيده لو هي معاك وقاعده في البيت وانت برضو جيت لي. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتيجي تقابلني علشان محتاجني لان هي بعيده عنك، بتيجي لي مش عشان بتحبني، لا عشان انا الدبليره بتاعتها مش اكتر. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ زي زمان لما كنا في الكويت بالظبط، مفيش اي حاجه اتغيرت. لسه انا بالنسبه لك مجرد الست الاحتياطي بتاعتك اللي لو مراتك سابتك وسافرت تدور عليها. ياه، ده انا كنت واهبه بشكل. تخيل كنت فاكراك فعلا بتحبني ومش قادره تستغنى عني. انت شايفه ان انا اقدر استغنى عنك؟ اللي مش قادر تستغنى عنها هي مراتك المدام. انت مش قادر على بعدها، عشان كده فورا دورت على البديل اللي ستيم. لكن اول ما هي ترجع هترجع لها هي، زي ما حصل زمان بالظبط. زهره مش راجعه. يعني ايه مش راجعه؟ هتعيش طول عمرها في باريس؟ مش راجعه الشقه ولا راجعه لي. هتعيش على طول في الفيلا؟ احنا اتطلقنا من يومها، وده اللي انت ما تعرفيهوش. اظن انت كده استريحتي وعرفتي قد ايه انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. على فكره، الولاد قالوا لي كده الليله، وجدهم كمان قال لي كده. قالوا لك ايه؟ انك طلقت مامتهم علشان بتحبني؟ ده قالوا لي اكتر من كده كمان. قالوا لي ان انا عمري ما حبيت امهم اصلا. طب انت ايه رايك في كلامهم؟ مش عارف، بس من المؤكد لو كنت بحب امهم زي زمان ما كنتش هرجعك واخليكي تشتغلي معايا ولا حتى تقربي مني. طب وانت وافقت ليه؟ مش كفايه بقى؟ انت لسه عايزه اعترافات؟ تحبي اسجل اعترافي ده في الشهر العقاري؟ لا خد بالك، لو الاعتراف ده اتسجل في الشهر العقاري هيبقى بعقد رسمي، لا عرفي ولا في السر. وهتعملي فرح ما حصلش باثر رجعي، وهلبس فستان فرح واحط طرحه. عندك مانع؟ أرجو إن الذوق يعجبك والمقاس يكون مظبوط. رأفت.
الو رأفت، انا محتاجه اتكلم معاك تحت امرك. امتى؟ دلوقتي لو امكن. اتفضل. بونسوار. تحبي تشربي ايه؟ اي حاجه. الدقة كابتشينو وسيبوري. ايه؟ ساكتة ليه؟ ده انت كلمتيني في التليفون، نزلتيني على ملا وشي زي ما بيقولوا عشان تتكلمي معايا. رأفت، ايه حكايه الفستان ده؟ ولا حكاية ولا حاجة. أنا كنت بتمشى الصبح في المول ملحق بالأوتيل، لفت نظر الفستان ده، شفتك فيه، اشتريته. بس ما خدش بالك ان ده مش فستان سواري عادي؟ ده زي ما يكون فستان عروسه. وليه زي؟ هو فعلا فستان عروسة. رأفت، انت متصور ان انا ممكن البس فستان زي ده؟ ما هو أنت مش هتلبسيه قدام كل الناس، أنت هتلبسيه لمدعو واحد عنده أمنية قديمة نفسه يحققها، اللي يشوفك بالفستان ده. رأفت، المسائل ما تتاخدش بالشكل ده. ده مش قصيدة شعر هتقعد بينك وبين نفسك تكتبها. هي فعلا مش قصيدة شعر ولا خيال، لا ده واقع. ممكن تقولي لي ازاي نحوله الحقيقة؟ طب ممكن نفكر شوية؟ يا زهرة أكتر من 20 سنة وأنا بفكر، من يوم ما دخلت عليا المكتب اللي بيجمعنا سوا في الخارجية وأنا بفكر. هو من يومها وانا زوجة أم البنت في الجامعة وولد في ثانوية عامة. Excusez-moi. انت زعلت؟ رأفت، انا لازم اكون صادقة معاك. ال20 سنة دول هم اللي واقفين بيني وبينك. ولادك؟ ايوه يا رأفت، انت مش بعيد عني وعارف الحكاية كويس، وعارف كمان موقفهم مني. رأفت، انت مش قلت لي قبل كده انك مش عايز تكون السبب في اي مشاكل بيني وبين ولادي؟ وفي نفس الوقت مش عاوز علاقتي بيكي تبقى معرضة لأي انتقاد أو غير مقبولة من أي حد. عشان خايف من الكلام؟ عشان بحبك يا زهرة، وعشان بحبك لازم أخاف عليكي. ايوه بس يا رأفت. شوف يا زهرة، لو كان الفستان ده هو سبب الربكة والتوتر اللي انت فيه يبقى أنا أسأت التصرف وبعتذر وبطلب منك ترجعيه. ارجعه فين يعني؟ ارجعه للبوتيك اللي انت اشتريته منه؟ سيبيه في الريسبشن باسمي وأنا هتصرف. budget reevaluation next year, aren't you, Congressman? Is that it? Yes, thank you.
الو. رأفت انت نمت؟ ما بتردش ليه؟ انا صحيتك. ما لحقتش انام لسه. امال ما بتردش ليه على التليفون؟ ده ضرب جرس كتير قوي. كنت بعيد شويه. كنت بعيد عن التليفون ولا بعيد عني؟ رأفت ما بتردش ليه؟ مش عارف اقول ايه. قول اي حاجة. برضه مش عارف اقول ايه. طب انت اتعشيت؟ لا، الحقيقه انا ماليش نفس. طب ممكن نتعشى سوا عشان خاطري، والا هتسيبني انام من غير عشاء وانا جعان. شيك قوي بصراحه، لطيف جدا اللي فيه باريس مطاعم على الطراز العربي. ده مطعم مغربي. انت عارفه ان ابناء المغرب العربي بيشكلوا اكبر جاليه هنا، وكتير منهم بيحملوا الجنسيه الفرنسيه. بونسوار. ميرسي. هتتعشي ايه؟ قبل ما نطلب العشاء انا محتاجه اتكلم معاك. ممكن اتكلم؟ اتفضلي. اولا انا اسفه، انا اتصرفت ليلتي بشكل غير لائق. انا كان لازم اتصرف بطريقه الطف من كده. تصرف دبلوماسي يعني؟ ليه لا؟ لو بين اتنين بيحبوا بعض حب حقيقي يبقى غلط. احسن حاجه فيكي انك انسانه حقيقيه واضحه، والنهارده كنت واضحه قوي. جرحك؟ ابدا. اتفضلي شوفي هتتعشي ايه. هنتعشى وهنطلب الاكل المغربي بس بعد ما تسمعني. شوفي يا زهره، انا النهارده ادركت قد ايه احنا بعيد قوي عن بعض، او انت بالتحديد بعيد عني قد ايه. انا بعيد عنك؟ باكتر من 20 سنه. انا ما قصدتش كده خالص، انا كان قصدي مش عارفه اشرح لك. من غير ما تشرحي انا فاهم يا زهره. فاهم انك انت حر ترتبط زي ما انت عايز وفي اي وقت، لكن انا ما عنديش الحريه دي. فاهم يا زهره. وفاهم كمان ان ولادي بقوا بيبصوا لي بنظره اتهام، بيتهموني ان انا ما بحبهمش زي ابوهم ما بيحبهم. شوف عملوا ايه لما عزمتك، ولا حسوا ان انا ممكن اقرب من اي راجل حتى لو كان رئيسي في الشغل. وطبعا ابوهم دلوقتي في نظرهم هو المظلوم وانا اللي ظلمته. بعد كل اللي عمله ده قدر يقنعهم انه لسه بيحبهم وبيحبني وبيتمنى رضايا. عارف ازاي ياخد الولاد في صفه؟ يا رأفت انا خايفه الولاد ما يرجعوش ليا. زهره، نعم. انا مستعد استنى 20 سنه تانيين. 20 سنه؟ لحد ولادك ما يكبروا ويتجوزوا ويخلفوا كمان ولاد قدهم. طب وبعدين؟ بعدين نتجوز. انا مش هرجع الفستان، هشيله عندي في الدولاب، وفي اي وقت تحس انك مستريحه وعديتي ال20 سنه اللي بيني وبينك هتلاقي الفستان تحت امرك. بس انا مش هقدر استنى 20 سنه، هما بس سنه ولا 2. احمد اكيد هيشوف حياته، ومي بكره تتجوز، وليد هيبقى في الجامعه. يعني في امل اهو. انا بس مش عايزه ولادي يحسوا ان باباهم هو اللي اشتراهم وانا اللي بعتهم. رأفت ارجوك تساعدني عشان ما اخسرش الولاد. انا قلت لك قبل كده مستعده اتنازل عن اي حاجه وما تخسريش ولادك. انا متاكده من كده، مش عارفه اقول لك ايه. تقولي لي هتختاري ايه من الاكلات المغربيه دي؟ اختار اللي انت هتختاره.
اهو. ثواني هرد على ماما. طيب اتفضل. ايوه يا ماما. ايوه يا مي، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويسه. طب الحمد لله. انت في البيت؟ لا يا ماما انا مش في البيت. امال فين، في الجامعه؟ لا انا لسه بره. طب ارجعي يا حبيبتي دلوقتي البيت عشان تتغدي مع اخوكي. انا مش هقدر يا ماما. ليه مش هتقدري؟ هتغدى وارجع. هتتغدي بره يعني؟ ايوه. هتتغدي مع مين؟ مع بابا. مع بابا؟ عازمني انا ومحمد. عزمك انت ومين؟ محمد ابن خالتي. ايه؟ هتتغدى بره ولا ايه؟ انت زعلانه انها هتتغدى بره؟ هتتغدى معاه. مع باباه؟ تصور، واخده محمد ابن خالتها ورايحه تتغدى معاه، عازمهم على الغدا. طيب انت معترضه ليه؟ معترضه ليه؟ ايوه، ده شيء كويس، تصرف طبيعي ولازم تشجعيه. كمان يعني اقول لها روحي اتغدي معاه، عيشي معاه؟ لانه هيحصل من غير ما تقولي، هيبقى غصب عنك. ليه ما يكونش برضاكي؟ ظهر كل حاجه دلوقتي بقت بتحصل غصب عني. عشان انت مش عايزاها تحصل برضاكي. على فكره كويس قوي ان مي ترتبط بباباها بالشكل ده، على اعتبار ان البنت دايما بتميل لابوها اكتر، لانه بالنسبه لها المثل الاعلى للراجل من وجهه نظرها. وكويس قوي انها متعلقه بحد فيكم عشان تلاقي بره ترسى عليه. ايه ساكته ليه؟ مش عارفه اقول لك ايه. انت عارف انا ايه اللي مضايقني؟ انها بتعندك، بس ده مش عند. دي مفكره ان انا اللي ظالمه باباها. يبقى ما تخليهاش هي كمان تحس انك ظلماها لما تمنعيها عنه. خلي ولادكم متعلقين بيكم، شجعيهم انهم يبقوا قريبين منكم، انت او هو. اساليني انا كمان ليا تجربه تعبت فيها قوي، وبنتي كمان تعبت فيها، وهي متعلقه بيني وبين مامتها. طليقتي. هلو يا احلى نرمين في الدنيا. سبحان مغير الاحوال. خير اتعينتي؟ مش كده من على الباب بقى، داري على شمعتك. المهم في شمعه منوره. امال انا عايزه اداري عليها ليه؟ لا بقى، دي مش شمعه، دي نجفه. انت اكيد اتعينتي مدير عام. يعني ايه يعني؟ اتعينتي ولا لا؟ اصل انا بصراحه متراهنه مع ماما، قلت لها هتعيني، بس هي بقى قالت لي يبقى الباشمهندس احمد ده راجل مش كويس. هي بصراحه قالت كلمه تانية خالص غير مش كويس دي. قالت ايه؟ لسه بيحبني؟ لا، قالت يبقى راجل عينه فارغه وخاين ما بيحبش مراته. طب ما هو ما بيحبهاش من واحنا هناك، امال اتجوزني ليه؟ المهم يعني اتعينتي، هو اللي عينك؟ هو اللي اتصل. اتصل فين؟ على الموبايل. هو اللي كان بيتصل ويكنسل. امبارح لما طلبته كنسلني برضه. النهارده بقى ظبطته وانا معاه، طلبت نفس الرقم اللي كان بيرن عليا امبارح على الموبايل. موبايله رن، عينيه برقت وفنجل، اتكشف. مش قلت لك انا ما تنسيش؟ انتي ما تتنسيش وانا كسبت الرهان. بس اقول لك على حاجه. هتقولي لي راجل عينه فارغه. لا، هقول لك حاجه تانية خالص. ابعدي عنه. ابعد عنه عشان اتاكدت انه بيحبني؟ عشان متجوز ومعاه مراته، ولو بصلك او بص لاي واحده يبقى خاين فعلا زي ماما ما قالت. ايه وطي صوتك، انت عايزه ماما تسمع ولا ايه؟ يعني انت يعني عامله خاطر لماما ولا حتى بتسمعي كلامها؟ يعني ايه يعني؟ بلاش اشتغل وبلاش اتعين علشان ماما تستريح؟ لا، بلاش الشغل في الشركه دي. وانا حطيتني من اول السلم. بقول لك ايه، اسكتي، انا غلطانه اساسا اني قلت لك. اتفضلي يا ماما. ارتحتي؟ تعالي يا ماما، واقفه ليه؟ اتفضلوا كملوا، بسمع. لا احنا خلصنا خلاص. خلصتوا ده ايه؟
طب مش اعرف الحكايه خلصت على ايه؟ كل خير ان شاء الله. عينك تاني معاه؟ يا ماما ما هو اصل الباشمهندس ده خاين. لو شغلك معاه ولا قربك منه يبقى خاين وملوش امان، وهيغدر بيكي تاني زي ما غدر اولاني وزي ما غدر بمراته. يا بنتي اساليني انا، اللي يبيع عشره السنين مش هيشتري عشره الايام. يا ماما احنا لسه على فيض الكريم زي ما بيقولوا، لسه بقى لما تعين ولا اي. لا اتعينت وجايه طايره، واللي كان بيتصل نرمين ايه في ايه؟ انا استاهل اني اتكلمت مع عيله زيك. انا اللي اسفه، بس انا بجد خايفه عليكي. انت مالكيش دعوه بيا، انا كبيره بما فيه الكفايه وحره في تصرفاتي. لا مش حره، انت مش كنت حره لما اتجوزتيه هناك من ورا الكل، ولما جه هنا ورماكي قدام مراته ما عبركيش مش كنت حره؟ اهي مراته معاها دلوقتي وما عبرهاش وعايزني انا جاري على قد ايده في السر. طب الاول كانت مراته مش معاه، كان عذره معاه، دلوقتي عذره ايه؟ وانت يا بنتي تقبلي على نفسك كده ازاي؟ انا كل اللي هيبقى ما بيني وما بينه شغله بس. انا محتاجه اشتغل، وبصراحه انا اولى. انا كنت مراته ما خدتش منه الا البهدله، انا لاقي عنده حق ما خدتوش. ومش هتاخدي منه حاجه، ولا هو القط ما يحبش الا خناقه. لعلمك المره الجايه مراته مش هتسكت ولا هتسامح، وهتعمل فضيحه بجلاجل. انا بصراحه مش عارفه هي قبلت ترجع له تاني ازاي بعد اللي حصل. فين كرامتها؟ الناس بتنسى يا ماما، المسامح كريم. والله لو انطبقت السما على الارض ما سامح ولا ارجع له. انا مش عارفه مراته رجعت له ازاي، وانت يا بنتي راجعه له ازاي؟ لاخر مره بقولك ابعدي عن الراجل ده، مش هتاخدي منه حاجه، ده ما يستاهلكيش. انا ما عنديش كلام تاني اقوله. المره دي هو اللي قرب، هو اللي رجع لها، وانا هعرف ازاي اعوض اللي فات واخد كل اللي انا عايزاه منه. اللي فات ما ماتش يا باشمهندس. ام سيد، ام سيد. نعمين يا مدام. الف حمد لله على السلامه. ما هي رجعت؟ لا ما رجعتش. معقول ما رجعتش لحد دلوقتي؟ يعني هتروح فين يا مدام؟ زمانها جايه بالسلامه. طيب وليد اتغدى مش كده؟ لا ما اتغداش. ما اتغداش؟ ده قال لي انه اتغدى. بعد ما حطيت له الاكل على السفره قال لي هاتي اوضتي يا ام سيد، وطلعته له الاوضه وما كلوش يا ضناي. معقول يقعد من غير اكل طول النهار ليه؟ ولما اكلمه يكذب عليا ويقول لي انه كل ليه؟ كنت شبعان. ما اكلتش طول النهار يا وليد وتقول لي شبعان؟ ايوه. ممكن تسيب اللي في ايدك ده وتكلمني؟ مش عايز تكلمني يا وليد؟ اصل مفيش كلام نقوله. حضرتك كنت عاوز تعرفي انا ما اكلتش ليه وقلت لك ان انا كنت شبعان. بس مش دي الحقيقه يا وليد. قولي انت الحقيقه. هو انت مركز معايا عشان اقول لك اي حاجه؟ انت هتفضل تلعب كده على الكمبيوتر؟ مفيش حاجه اعملها. طب انت حضرتك ما تسالنيش ذاكرت ولا لا، عشان انا خلصت مذاكره وخلصت لعبه وخلصت كل حاجه. طب ممكن اجهز لك انا الاكل وتتغدى؟ هاكله مع العشاء. وليد انت بتعاملني كده ليه؟ حضرتك اللي بتعامليني كده ليه؟ ماما انا ما بقتش عيل صغير، انا كبرت على فكره. هو انت عشان كبرت وبقيت راجل بسم الله ما شاء الله ما اقدرش اسالك كلت ولا لا؟ انا ما سالتش حضرتك كلتي ولا لا، اتاخرتي ولا لا، ما سالتش مي راحت فين ولا جت منين ولا كلت ايه ولا ما كلتش ايه. لو سمحتي ما تسالينيش عشان انا مش عيل صغير. كده يا وليد؟ ما حدش يسال حد؟ ايوه، ما حدش يسال حد عشان ما حدش بيسال على حد. كل واحد يخليه في نفسه وخلاص. لازم نتعود على كده. بس انا مامتك يا وليد، ما اقدرش اتعود على كده. بكره حضرتك هتتعودي، كلنا هنتعود. انا نفسي خلاص اتعودت. اتعودت على ايه يا وليد؟ اتعودت اعيش من غير اب ومن غير ام. ليه كده يا حبيبي ليه؟ عشان مش لاقيهم، مش لاقي حد. لو سمحت انا عاوز انام. حاضر يا وليد، حاضر.
هي دي الابتسامة اللي أنا عايزة أشوفها على طول. سامع العصفور؟ انا عاوز اسمعك انت. أنا والعصفور؟ زهرة والعصفور. أيوة كده يا أحمد، انطق بقى. ومش عايزة أشوفك مكشر تاني أبدا. أصل احنا يا حبيبي الفترة اللي جاية هنشوف من ده كتير. اقولك على حاجة بصراحة يا زهرة، أنت مش قادر على بعدي. وانت عرفتي ازاي؟ وهي دي عايزة فراسة يا حبيبي. ما أنا كمان مش قادرة على بعدك، عشان كده حاسة بيك. انا بحبك أوي يا زهرة، بعد 20 سنة برضه بحبك. بحبك الليلة زي ليلة فرحنا. عارفة لو كنت أعرف أغني زي الست كنت قلت لك يا حبيبي امبارح وحبيب دلوقتي. بحبك أوي يا حبيبي، بحبك. مساء الخير. مساء النور. انا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ لا أبدا، ده الباشمهندس أحمد. اهلا اهلا يا فندم. رأفت السمري. اهلا وسهلا. احمد الشيخ. اهلا اهلا. اتفضل اتفضل في المكتب جنب السفير. الو، كنت عارفه انك هتكلمني. مش هتكنسلني تاني مش كده؟ ايه ما بتردش ليه؟ خلاص بقى، ما بقاش في حاجه مستخبيه. تحبي تمضي العقد دلوقتي؟ العقد فين؟ المكان اللي انت تحبيه. بالمرتب اللي احبه؟ انت هتتشرطي من اولها؟ هو ده اولها؟ ايوه اولها، احنا اولاد النهارده. تحب نتقابل فين؟ في المكان اللي انت عايزاه. اجيلك ولا تجيلي؟ لا، انا جيت لك كتير، تعال انت بقى. اجيلك فين؟ عندنا على ناصية الشارع اللي انا ساكنه فيه. اوكي، ربع ساعه وهكون عندك. هتلاقيني مستنياك في عربيتي. اوكي، باي باي. باي. انت رايحه فين دلوقتي؟ انت عارفه انا رايحه فين كويس. انت سمعتي وسمعتيني، واوعي تقولي لي ما تنزليش. ماما مش هتوافق انك تنزلي، وانا مش هسمح لاي حد يمنعني. وعيب اللي انت بتقوليه ده. عيب اني خايفه عليكي. خايفه عليا من ايه؟ الراجل بيقول لي تعالي امضي العقد دلوقتي، وهما اللي بيمضوا عقود بيمضوها دلوقتي. ما تخافيش عليا المره دي بالذات، ما تخافيش عليا. ولو ماما سالت يا ميرفت هقول لها ايه؟ قولي لها الحقيقه، قولي لها خرجت اقابل رجل الاعمال المعروف المهندس احمد الشيخ.
يلا اتفضلي. اتفضل حضرتك. انا اللي هركب معاكي ولا انت اللي هتركبي معايا؟ لا انت اللي هتركب معايا. المره دي انا اللي هسوق. اتفضل يا باشمهندس. بتبص على ايه؟ ابص عليكي. ايه الحلاوه والجمال والشياكه دي كلها؟ انت اول مره تشوفني حلوه وشيك كده؟ اول مره توحشيني كده. طب اقفل عربيتك وتعالى جنبي. مساء الخير يا باشمهندس احمد. ازيك يا ماجد؟ الحمد لله. متاخر حضرتك النهارده يعني؟ يعني مش متاخر قوي. عموما حضرتك نورت المكان كله. شكرا يا ماجد. اتفضلي يا فندم. عندنا مأكولات شرقيه وغربيه. انت هتاخد ايه؟ لا ماجد عارف، ما دام جاي هنا على العشاء يبقى ما باكلش غير مشويات. والهانم قصدي الانسه. لا الهانم. نفس الاوردر. تحت امر حضرتك. ميرسي. واضح انك بتيجي هنا كتير. تقريبا على طول. هنا السفره بتاعتي. ليه كده؟ هي المدام بطلت تطبخ كويس ولا ايه؟ هو انتوا متخاصمين وكل واحد بياكل في حته؟ ممكن نتكلم في حاجه تانية احسن. احنا مش جايين هنا عشان نتكلم عن المدام. عندك حق. فين العقد؟ عادي ايه؟ الشغل. مش كلمتني وقلت لي تحبي تمضي العقد دلوقتي؟ انت عايزه تمضيه دلوقتي؟ انت مش واثقه ان انا عينتك ولا ايه؟ اقول لك بصراحه. وكل اللي قلتيه ده مش بصراحه؟ لا قصدي بصراحه قوي قوي من جوايا يعني. عارف اول ما قلت لي تحب نمضي العقد فكرت في ايه؟ فكرتي في ايه؟ في عقد الجواز. رجعت لورا ليه؟ ما تخافش. هخاف من ايه؟ هي دي اول مره نمضي فيها حق جواز سوا. لا، المره دي العقد ما كانش هيبقى مجرد ورقه ندور على اتنين يمضوها واول ما تحب تخلص مني تقطعها. امال المره دي ايه؟ مأذون هو اللي هيكتبها. طبعا انا بحلم. ليه؟ ليه؟ خلاص المدام رجعت وبقيتوا سمنة على العسل. احنا بقينا سمنة بس. مفيش عسل؟ وجاي تدور على عسل؟ أنا العسل في حياتك صح؟ بتعترف. اعترف انت خايف من ايه؟ أنا مش هقولك اتجوزني. طب مش جايز انا اقول؟ اللي ما قلتها لي وانت يتيم وهي بعيدة عنك واتجوزتني في السر لحد ما ترجع لها بس وتطلقني. هتقولها لي دلوقتي وهي معاك وانت كمان شوية هتسيبني وتروح لها. لعلمك أنا مش عارفة ازاي هي سابتك تنزل دلوقتي. السلطة جاية. اتفضل يا فندم. شكرا يا ماجد. شوفي بقى انا جعان، سيبيني اشبع الاول وبعدين نكمل حديثنا. قولي لي انت هتيجي المكتب بكره؟ الشركة؟ همضي العقد وهتستلمي الشغل، نفس الشغل اللي كان هناك. مديرة قسم. مديرة قسم؟ التصميمات الهندسية. مبروك يا باشمهندس. ميرسي، الله يبارك فيك يا باشمهندس. ولو اني قلتها لك من مده تقريبا وما وعدتنيش بالحلاوه، وعدتي مدام سامي. ما انا اصلي ما بحبش اوعد وما فيش. ايه ده يعني مفيش حلاوه؟ اتفضلي ادخلي برجلك اليمين زي ما بيقولوا.
ايه رايك في مكتب رئيس قسم التصميمات؟ ما شاء الله، المكتب جميل ومريح نفسيا. زي اصحابه. قصدك الباشمهندس احمد؟ لعلمك انت هنا تبعي في الاداره بتاعتي. انا تبع واحد بس، اسمه الباشمهندس احمد الشيخ. معلش يا باشمهندس، الحقيقه هو اللي له الفضل عليا وجمايله عليا هنا وهناك. عموما انا يعجبني قوي الناس الاوفياء، ودينا اطمنا اننا من اولها كسبنا رئيسه قسم وفيه جدا. متشكره يا باشمهندس. طيب عن اذنك. اتفضل. افتكرت في اجتماع بعد ربع ساعه. حاضر يا فندم، 10 دقايق بالظبط وهتلاقيني في قاعه الاجتماعات. انادي لجنابك زهره يعني؟ تناديها ولا تقول لها؟ اللي تشوفه جنابك. اللي اشوف ان اروح لها واقول لها الخبر ده بنفسي. حضرتك يا فندم؟ هي زهره هانم دي شويه؟ انا وهي كنا زملاء زمان في مكتب واحد. اهلا يا فندم، اتفضل. ده انا لازم اتفضل ولازم يبقى لي هديه، وهديه حلوه قوي كمان. خير يا جناب السفير؟ مش قبل ما توعديني بالهديه. الهدية تحت امرك، حضرتك بس قولي عايز ايه وانا انفذ فورا. اسمي أدرك في قائمة المرشحين بدرجة وزير مفوض. انا وزير مفوض؟ هو أنت مستقلية بنفسك ولا إيه؟ أنت بقالك 21 سنة متعينة في ديوان الوزارة، وكمان التقارير اللي سيادتك كتبتها لصالحي. انا مش عارفه اقول لك ايه. صدقيني يا زهر، التقارير دي ما فيهاش مجاملات ولا تحيز. وبعدين سيبك من المجاملات دي، أنا مش هتنازل عن الهدية. بصلة المحب خروف، صح المثل؟ صح وحقيقي، زي ما انت حقيقي في كل حاجه. ميرسي، ميرسي قوي يا رأفت. ميرسي بقى تقوليها لمعالي الوزير لما يصدر القرار. هو لسه قدامه شوية. ما عندكيش فكرة فرحتي النهارده بيكي قد ايه؟ انا اللي مش قادره اصدق، انا في حلم ولا في علم؟ انا كنت فين وبقيت فين؟ كنت في الكويت واديني رجعت. وكل شيء هيتعوض. اخد الهديه بقى، بصلة المحب. لا بصلة ايه؟ الخروف نفسه. كده بقى يشجعني علشان اقول لك على المفاجاه التانيه. مفاجأة؟ مفاجأة غير دي؟ جهزي شنطتك، هسافر؟ هنسافر عشان نحضر الاجتماعات التحضيريه للقمه الاوروبيه الافريقيه في باريس. باريس تاني؟ ايوه، بس المره دي احتمال نقعد مده اطول شويه، هيبقى اسبوعين. اسبوعين؟ هتقدري تبعدي عن ولادك اسبوعين يا زهره؟ يا بابا ولادي كبروا خلاص، ما بقوش صغيرين. واحنا اتكلمنا في موضوع انهم كبروا ده. كبروا يعني فهموا، طلباتهم كترت وبقوا يقفوا قصادك. يقفوا قصادي ويحاسبوني لما اكون مقصره في حقهم. بعدك عنهم المده دي كلها عين التقصير، خصوصا ان ابوهم مش معاهم، بعداهم عنه. بنتك وقفت لك لما عزمت السفير زميلك في البيت. ما احنا نهينا حكايه زميلي السفير دي خلاص. نهيتوها ازاي يعني؟ هو قدر الموقف وقال انه مش هيقبل اي دعوه تانية في البيت. وانت اللي هتقبلي دعوته لفرنسا كل مده والتانيه؟ يعني ايه يا بابا اقبل دعوته؟ يعني تسافري معاه. ده شغلي. لو شغلي هيسبب حرج لأسرتي أو عيلتي يبقى بلاش منه. يعني اسيب الشغل؟ لا، بس لو بالضرورة لازم تسافري ما يبقاش مع زميلك السفير ده بالذات. أنا عارف إن كلامي مؤلم، لكن عذري وعذرك في تحمله إني أبوكي أكتر واحد في الدنيا خايف عليكي. حضرتك بتحسسني اني بعمل حاجه غلط. لا يا بنتي، أنا بنبهك، عايزك تشوفي اللي مش قادرة تشوفيه.
تخيلي موقف ابنك وبنتك لما يعرفوا انك سافرت معاه وسايباهم. بابا من فضلك انا مش مسافره معاه، انا بشتغل معاه طول النهار وساعات كمان بيبقى عندي شغل معاه بالليل. ده رئيس القطاع اللي انا بشتغل فيه. المفروض اني اعمل ايه؟ اسيب شغلي واقعد جنب ولادي عشان جوزي خاني واتجوز عليا وطلقني؟ لا يا بنتي، مش ده المفروض. طيب قول لي حضرتك ايه هو المفروض؟ نعالج امورنا بحكمه. ما دام وضعنا بقى حساس بالشكل ده، يبقى خير الامور الوسط. الوسط ازاي؟ ده انا ما صدقت انهم رقوني اقوم اقول لهم مش مسافره. وبعدين فيها ايه بس يا بابا لما حضرتك ومروان تقعدوا مع الولاد لحد ما ارجع؟ انت عارفه ان انا ما اقدرش اقعد معاهم. انا تعبان زي ما انت شايفه. لو ولادك يحبوا يجوا يقعدوا معايا هنا، اهلا وسهلا. ولادي مش هيقولوا لا، ولازم يفهموا طبيعه شغلي. امال يعني لو اتعينت في اوروبا ولا في امريكا وكان شغلي هناك ولادي هيعملوا ايه؟ ما اعتقدش انك في يوم من الايام ممكن تروحي تقعدي في امريكا واوروبا وتسيبي ولادك عايشين هنا لوحدهم. كل شيء جايز يا بابا. يبقى المؤكد انك هترجعي مش هتلاقيهم، مش هيبقوا ولادك. يا بابا حضرتك مش عارفني ولا ايه؟ حضرتك عارف كويس قوي ان انا ما اقدرش ابعد عن ولادي ولا اقدر ابقى قاسي عليهم. لو ما عملتيش كده ما تبقيش امهم. عموما الكلام ده سابق لاوانه، واضح اننا لا هنروح ولا هنيجي. لما نشوف الاول مي ووليد هيعملوا ايه. هيجوا يقعدوا مع حضرتك هنا ولا يقعدوا بقى في الفيلا مع مسيد ومروان يبقى يجي يبات معاهم؟ ونجيب خاله يقعد معانا هنا ليه يا ماما؟ خلاص روحوا اقعدوا عند جدكم. وليه يا ماما؟ حضرتك عارفه ان جده تعبان. طب هتقعدوا لوحدكم هنا في الفيلا حبيبتي؟ لا، احنا مش هنقعد هنا. امال هتقعدوا فين؟ احنا هنروح لبابا. عند بابا؟ باباكو؟ ايوه يا ماما. فين؟ في شقتنا. في شقته؟ ما هي برضه شقتنا يا ماما. يعني انت عايزه تاخدي اخوكي وتروحوا تقعدوا معاه هناك؟ مش احسن ما نقعد لوحدنا؟ على الاقل هنبقى مع بابا. مي انت بتعنديني يا مي. هو انا بقى بعند حضرتك لما اروح اقعد عند بابا وانتي مسافره؟ امال ده اسمه ايه؟ اسمه نروح لبابا ما دام حضرتك سايبانا ومسافره. هو انا مسافره العب؟ مش شغلي ولا هو يعني ابوكم مش بيشتغل؟ واحنا ما قلناش لحضرتك ما تشتغليش. اتفضلي روحي سافري زي ما انتي عايزه. سافري زي ما انت عايزه؟ ايوه يا ماما براحتك، بس ما تحرميش علينا نروح لبابا حتى وانتي مش موجوده. هو اولى بينا بدل ما نقعد وشنا في وش الحيط. يلا قولي روحي لابوكي بدل ما تقعدي وشك في وش الحيط. هو انا يا اما اسيب شغلي يا اما تروحي تقعدي عند ابوكي وتقولي لي سافري براحتك وكاني رايحه اتفسح. انت بنت ابوكي اللي سابك وسابني وراح اتجوز. روحي له يا مي ما دام هو اولى بيك وروحي له.
مي 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 استني يا مي 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 مش متاح لي بس دلوقتي، مش متاح لي يا بابا. انت مش ناوي تغير عربيتك دي؟ ليه بقى؟ هو ايه اللي ليه؟ من غير ليه؟ دي مش العربية اللي يركبها المهندس أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة الشيخ. لا 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 لا، خلي بالك، دي أول عربية أنا اشتريتها في الكويت. اوكي، عشان كده غالية عليك. طول عمرك عشري حضرتك. يا ريت بقى تبطل الوفاء ده وتغير العربية. واضح إن أنا هغير حاجات كتير. تصبحي على خير. ابتدي انت بس في التغيير واوعدك كله بعد كده هيجي ورا بعضه. دي بجد مش حلوة عليك. حاضر، هغيرها. انت مروح؟ الأول بس هشوف حاجة أكلها. ما أنت عارفة إن أنا يتيم. قصدي يعني ما باكلش في البيت. فكرتني بزمان. لا بجد دلوقتي بقيت يتيم، وبالتحديد بالليل. انت خلاص بقى ربنا تاب عليكي مليون. اقول لك بصراحة، ما حسيتش اني يتيمة غير وانت بعيد عني. انت بتحسسني اني بنت اعظم اب في الدنيا. طب ما تيجي تتعشي مع بابا. دي عايزة تفكير دي. يلا روحي خدي عربيتك وسبقيني. على فين؟ على مطرحنا. ولا عندك رأي تاني؟ خير، استني. دي مي. الو. ايوه يا بابا، حضرتك فين؟ انا في جراج الشركة. ايه مالك، في ايه؟ انا رايحه الشقه. شقتنا؟ يا بابا. دلوقتي؟ ايوه بابا، انا تعبانه قوي ومحتاجه اتكلم معاك. ايوه حبيبتي، ايوه. بس قولي لي مالك، في ايه؟ انا اتخانقت مع ماما وسبت الفيلا. طيب يا حبيبتي، انت فين دلوقتي؟ انا على الطريق ولسه طالعه. طب اطلعي على الشقة وهتلاقيني مستنيكي هناك. يلا مع السلامة يا حبيبتي. للأسف مفيش عشاء. هتضطري تتعشي لوحدك. ليه؟ ما بقيتش يتيم خلاص؟ لا، دي مي عندها مشكلة وعايزاني أحلها لها. مامتها عاملة لها مشكلة. طب وهي مش في الشقة؟ لا لسه هتروح الشقة وعاوزاني. طب مفيش حد في الشقة ولا ايه؟ لا مامتها مش هناك في الفيلا، عند جدها. يلا تصبحي على خير. مالك يا مي؟ تعالي يا حبيبتي، بتعيطي ليه؟ مالك؟ إيه يا مي؟ اهدي يا حبيبتي، اهدي خشي. تعالي اقعدي. اهدي كده بهدوء وقولي لي في ايه؟
مفيش حاجة يا بابا. مفيش حاجة يا بابا؟ مفيش حاجة ازاي؟ قولي لي ايه اللي حصل؟ ماما زعلتك؟ أنا اللي زعلتها. انت اللي زعلتيها؟ زعلتيها ازاي؟ عملتي ايه عشان يزعلها؟ وين في حد يزعل مامته يا مي؟ أنا للأسف اللي زعلتها. شوفي يا مي، لو انت فعلا حاسه من جواكي انك انت غلطتي، هتمسكي التليفون وتعتذري لها فورا. أعتذر لها؟ ايوه هتعتذري. عايزه تغلطي في مامتك وما تعتذريش، هتروحي لحد عندها وتعتذري. حبيبتي بس فهميني، قلت لها ايه عشان تزعلك؟ كل ده عشان قلت لها إني هروح أقعد مع بابا أسبوعين. هتقعدي معايا اسبوعين؟ ليه؟ ليه؟ ايوه ليه؟ ليه فجأة كده عايزة تيجي تقعدي معايا؟ هو في مانع يا بابا؟ لا يا حبيبتي طبعا مفيش مانع، هنا بيتك وهناك بيتك انت واخوكي. بس انا عايز افهم ليه عايزة تيجي تقعدي معايا؟ عشان ماما مسافرة الأسبوعين دول. مسافرة؟ مسافرة فين بقى؟ باريس. غلطت يا بابا لما اقول لماما ان احنا هنقعد مع حضرتك لحد ما ترجع، بدل ما نقعد وشنا في وش الحيط. وهي قالت لك ايه؟ زقتني ووقعتني وقالت لي وطردتني. امال ليه قلت انك انت اللي زعلتيها؟ انا هعمل ايه طيب؟ انا فعلا بزعلها. انا كل ما اقرب من حضرتك بتزعل. يعني انا كده مزعلاها. طب حبيبتي معلش، روحي اغسلي وشك وغيري هدومك. انت مش جايبه معاكي غيار؟ معايا. طب يلا خدي شنطتك وروحي اوضتك. الأوضة زي ما هي مش كده؟ أنا سبتها زي ما هي من يومها، زي ما يكون قلبي كان حاسس إنك أنت هترجعي تاني وتقعدي فيها. هي ملايات بس عايزة تتغير، والأوضة كلها عايزة تتنظف وتتلمع من التراب اللي عليها. هروح أجيب ملايات نظيفة. مش حضرتك اللي تمسح. ليه؟ وأنا همسح ولا أنظف لحد غريب؟ ده لبنتي. بنتك موجودة وانا اولى باوضتي، ولا حضرتك عايز تحسسني ان انا ضيفة وانت صاحب البيت؟ مي، اوعي تقولي كده، اوعي تقولي انك انت ضيفة. ده بيتك يا حبيبتي. انا بس عشان حاسس ان كان لازم اجيب حد ينظف من زمان، عشان بعتبرها مسؤوليتي، او يمكن عشان حاسس انك انت تعبانة، او يمكن عشان حاسس ان انا السبب في اللي حصل ده.